الأهلي بيبقى قوي جدا وهو معاه الكورة في نص ملعب الخصم، وبيبقى ضعيف جدا أول ما الكورة تتقطع ويتعمل تحولات من الهجوم للدفاع. لو فريق بيعمل تحولات قوية كان هيزعل الأهلي كتير النهاردة. أهلا وسهلا بيكم أصدقائي، معانا النهاردة ماتش الأهلي وحرس الحدود. طبعا كابتن عماد النحاس زي ما قلنا الماتش اللي فات بيعتمد على تريزيجيه كنص ملعب وهمي، لكن بيميله ناحية الوينج الشمال مع حسين الشحات. كان الشحات طاهر محمد طاهر بينزلوا ال 18 كتير، وبيعمل ستارة على قوس ال 18 من جراديشار وتريزيجيه، زي بالظبط ما شفنا الجون الأول من جراديشار، وشفنا كرة مروان عطية اللي طبعا طلعها الزنفولي. اعتمد كتير كابتن عماد النحاس على استلام الكرة التانية من دفاع الحرس. طبعا التحولات بين الشحات وبين تريزيجيه عملت دربكة لخطوط دفاع الحرس. الأهلي الصراحة ما كانش مركز تكتيكيا خالص النهاردة، والتغطية الدفاعية للأهلي مش ده الأهلي خالص. زي الجون الأول والتاني للحرس جم من أخطاء دفاعية غريبة. الأهلي النهاردة كان بيهجم بلغة الكورة كده بغشومية، في حالة قطع الكورة من الخصم بيبقى الملعب فاضي فعلا تقريبا. ولو النهاردة الحرس كان سريع في التحولات من الدفاع للهجوم كان سجل أهداف أكتر من كده. والدليل على كلامنا إن اللي جاب ضربة الجزاء النهاردة للنادي الأهلي هو ياسين مرعي. طب الكرة دي لو اتقطعت واتعملت مرتدة سريعة أكيد كانت هتبقى كرة خطيرة جدا، زي ما شفنا الماتش اللي فات مع سيراميكا. سيراميكا ما كانش خطير خالص غير في المرتدات. الفرق النهاردة إن الحرس كان بطيء جدا في التحول من الدفاع للهجوم، وكان بيفقد الكرة بسرعة، وده ادى الأفضلية كتير للنادي الأهلي. الصراحة التغييرات النهاردة كانت غريبة والملعب اتلخبط خالص، لكن الحرس ما استغلش ده وكان خصم ضعيف قصاد النادي الاهلي. إلا طبعا تغييرة بن شرقي اللي بتعمل زيادة على الوينج الشمال مع تريزيجيه، اتنين لعيبة على مستوى عالي جدا. زي الجون التالت أصدقائي، شرقي، أحمد رضا، تريزيجيه في القائم، ياسر إبراهيم بيجيب الجون التالت، وكان جون المكسب النهاردة للنادي الأهلي. الحرس ادى الماتش للأهلي، ما كانش مركز في المرتدات من الدفاع للهجوم. بيخطف الأهلي 3 نقط مهمين قبل القمة بيودوه في حتة تانية في الجدول، لكن تظل في مشاكل عند الأهلي كتير. أسيبكم في حفظ الله، وأشوفكم الماتش الجاي على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.